بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. صلي على الحبيب قلبك يطيب. على قناة حبيبي واخويا رضا السني، اني احبك في الله. شد حيلكم يا متابعينا، انا مش شايف اي تفاعلات على القناة. الراجل بيتعب وينزل في عز الشمس عشان يعرض لكم يجيب لكم الاسعار، ممكن من بالليل يتصل بالتجار اللم عشان يجيب لكم الاسعار ومش شايفين اي تفاعلات. فنشط بس شويه كده عشان ايه هتبقى في مفاجآت ان شاء الله على القناه عند رضا وعندنا ان شاء الله. طبعا موضوع اللم مذبذب، يعني احنا لغايه دلوقتي مش عارفين ايه اللي بيتلم وايه بيتلم بكام، واسعار بتنزل. اسعار بتنزل. درجات الحراره طبعا تخلي الناس نفسها مفرهده، فما بالكم بقى الطير. زي ما اتكلمنا كل مره، حاول تحافظ على طيرك، حاول تخلي طيرك عنده مناعه عشان الاجهاد الحراري. حاسس ان طيرك هينزل هيتعب، بلاها. عاوز تنزل بطير يبقى مجهز نفسك وتأقلم الطير على حاجه يقف في مكان رطب عشان ما يتعبش منك، عشان ولا غدار ولا ضرار. خدته وربنا كرمك وبعته يبقى صاحب النصيب ما يتأذيش والعصفور يتعب منك. عليكم السلام. ربنا ييسر ونشوف موضوع اللم ده هيرسى على ايه. طبعا احنا قلنا لغايه نص 9 هيبقى في توقفات، واللي بيلم انا شايف ان هو بيلم حاجات نزل في اسعارها وبيلم حاجات معينه وبيشترط فيها فوق الجوده جوده. فخير ان شاء الله. يعني النهارده وانت قاعد يا حاج رضا شفت كام واحد جنه بطيور، مش عايز اقول معيوبه طبعا، هو بالنسبه له الطيور بتاعته التوب. هي هو بالنسبه له ان هو جاي بحاجه مش موجوده في السوق، بانه يجي نوراها له ونشرح له، نقول له والله ده فيها كذا وكذا وكذا. اللي بيزعل يزعل طبعا، هو فاكر ان جاي هيرميها ليا واخدها منه. انا الحمد لله الطير اي حاجه معيوبه الحمد لله ما لناش علاقه بيها. تركيب العشوش يبدا انا بالنسبه لي اواخر 10. تركيب العشوش يعني التحضير بتاعنا هيبقى من نص 9 لغايه اول 10 التحضير. يعني انت جاز طيرك بقى بيض وبقسماط مجموعه فيتامينات تخصيب مش عارف ايه، ماشي. تدي العصفور جرعه منشطه ان هو يجي يخش على الموسم، انا اسف جدا، يبقى مشتاق للتزاوج، ماشي. عشوش بقى تكون طبعا مرشوشه ولا متنضفه، سلكات تكون نظيفه، المجاسر نراجعها، المسائل تكون مراجعها، مفيش طحالب مفيش فطريات. يعني معلش انا اسف الا ما رحم ربي، انا مش قصدي حد والله بالعين. هنا في السوق تلاقي الطحالب في المساخن، يعني دي مسائل السوق. انا بالنسبه لي دي كده وسخ. المسائل لو ما اتغسلتش كويس، وفي مشكله كبيره جدا، في ناس بتغلط خطا. الخطا ده فاكر نفسه ان هو الراجل الفت ونظف المساء وطهرها، باشا بيجيب صابون او صابو وبيغسل بيه المساء. عملت مصيبه، كارثه بمعنى المقياس. لو المسا دي بقت ازاز انت كده برضه ازاز الطير بتاعك. اقول لك ليه؟ من طبيعه البلاستيك ان هو بيمتص. الصابو او الصابون فيه مواد كيميائيه او قلويه زي البطاط، وماده ثانيه اسمها سمسونيك طيب انت غسلت بقى المساء، انت شايف ان المسا نطف، بس البلاستيك امتص جزء من الماده دي. تعالى شرب العصفور، مشاكل الدنيا والاخره. باشا عاوز تطهر، عاوز تنظف المساء بتاعتك، سهله جدا. ميه دافيه، خل وملح طعام وفرشه بتاعتك وادعك. وعاوز تطهر اقوى، يا يود
يود يا بتادين على الميه. اليود ده شبه بالظبط تحس ان هو البتادين، ده اسمه يود بيطري. ده بيستخدموه في تطهير المزارع، واحنا بنستخدمه بعض الطيور لما بتخرج عندنا بنعمل بيها، شفت تطهير الحبل السري؟ بنعمل بيه برضه تطهير الحبل السري. اليود يبقى الملح، ميه الدافيه، الخل، وعندك اليود او البتادين. تغسل يا باشا وطهر واسقي عصافيرك. اقول لك على حاجه، عاوز تحط نقطه يود نقطه بتادين في الميه وتسقي العصافير بتاعتك، اديها لك. يا رب زي ما بنشرح وندي معلومات هي لوجه الله خالصه طبعا، نلاقي انا عاوز حد يناقش، بحيث ان لما بيناقش يبقى كده انت فرغت وفهمت، بس ما تجادلش على الفاضي قبل ما تفهم. وخير ولعله خير، وهنبدا بشويه طيور كده بسيطه يا حاج رضا، وشوف انا تحت امرك، شوف هتبدا بايه. نبدا بالجرينات ان شاء الله. صلي على الحبيب. طبعا انا مشرفني بقى الكينج السويس. لا محمد عوض جندي بتاع لا مالناش دعوه بس محمد عوض ده جندي ده كينج حد بعديه. كينج السويس في الفراخ. في الفراخ. حبيبي محمد جابر طبعا اخويا. تمساح بقى عشان انا بدور على تمساح في هيودينا في داهيه ما بتوع البيئه ما اعرفوش. طبعا الاستاذ طه جوده اخويا والله بجد، احبه في الله. ونعم الرفيق والخليل، الخل غير الصديق. ده انا اخترته خل ليا، ربنا يبارك فيه واولاده والرقيه. ماشي، ويا رب اشوفك في احسن مراتب يا طه. يا طول اشوفك عريس. ماشي. السلام عليكم. طبعا الجرينات زي ما احنا متفقين، العصافير دي بتختلف حسب مستواها. انا مش عايز اقول شخص معين، بس كان في عارض جوز هايرد انا عاجبني الصراحه، بس اتصدمت من السعر، كاتب 25,000 جنيه. طبعا السعر ده انا معلش انا اسف جدا ما شفتوش من فتره في الجرينات. ربنا يبارك ليه، وطبعا ما اقدرش اقول له غير ربنا يبارك في حلالك. في حاجه بتعملها كده العصفوره دي ايه؟ دي انتايه عايزه تتزوج. الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله. الله هو كان هيطلع دلوقتي بس الشيله مش مساعداه. تزاوج. بص يعني لو بعدنا شويه ممكن الذكر هيبدا يتزوج معاها. اللهم بارك. دي حركه التزاوج دي ان شاء الله. اللهم بارك. هتلاقي برضو في كل الاصول بفضل الله. النتائج بتهز برضه. سبحان الله. لو في مساحه ان التزاوج بتاع العصافير دي جنب، مش لمؤاخذه مش افق. لا. سبحان الله. ربنا يبارك. طبعا الاجواء زي ما قلنا كده بتختلف حسب مستواها، تبدا من 7 8 6 حسب المستوى. كوكتيلات اللاتيني الحته ب 600 جنيه، المفروض 1250 الجوز، بس انا ما عنديش ذكور كتير، في اي حته ب 600 جنيه. الحته المصبعه ب 400 450، الحته الحبشي الفرنساوي 600 جنيه. احلى عرض للجاوه الجوز ب 500. حلو. الجزء الثاني هتاخد جوزين هيبقى 900، هتاخد الجزء الثالث هيبقى 1200، يبقى الجوز واقف معاك يبقى 23 على 400. الله ينور عليك. ماشي، ما يجيش بقى واحد يقول انا هاخد جوز ب 400 جنيه. احنا بدانا اهو، الاول جوز هيبقى ال 500، خدت جوزين هيبقى 900، خدت الجوز الثالث جيت مره الراجل فربنا يبارك في صاحب النصيب. طبعا معانا قوس الرحمن، معانا مجموعه حلوه، مستويات حلوه، تبدا معانا من 250 لغايه 300 350 على حسب المستوى. المستوى الثاني اهو برضو معانا هنا بادجي والدان بالو. الدان بالو جزء عامل 1000 ونص بدل 2000 جنيه،
واللي شاري الاربع حتت على بعض خصم جامد جدا. الاربع حتت عاملين 2000 جنيه. معانا الزبرة فراولة جوز ب 300 جنيه. معانا مجموعة الأورنجات من 500 700 حسب المستوى. معانا الزبرة العادة ب 350 وفي عرض برضو عليها شاري المجموعة 10 تجواز. مجموعة الصاج بتبدأ من 800 ل 1000 ل 1200. جوز اوبلاين عليه عرض عامل 1850. جوز تاني عامل 2000 جنيه. جوز حته اوبلاين وحته اوليف عاملين 1150. والصين فوق جوز الرحمن الله اكبر جواز متوالفه. الله اكبر. حته امريكي اللي فيها العقده موجوده ايه، اللي عاوزها يبقى سعرها يعني مش عايز اقول بسعر ضره هندي. ذكر امريكي زبيليت بلاتيني. والمفاجاه اللي معانا برضو حته ضره هي بنوته بنت اوبلاين واخواتها طالعين اوبلاين اتباعت الله اكبر الحته ب 14 و 15. الحته دي عامله 5000 جنيه. الفلل معانا من 350 400 500 حسب المستوى الحته. الامام الماشي وجماله وصوته وربنا يبارك للجميع. الله اكبر. معانا الجزء من هنا بيبدا من 600 700. جاوة البون والسيلفر والحبشي 700 750. طبعا بفضل الله كان معانا الذره الهندي والحاجات دي تم البيع الحمد لله، والسنغالي تم البيع الحمد لله. وربنا يبارك للجميع ويسترها على الجميع موجة الحر دي وتعدي على خير ان شاء الله. واما نبدا الموسم هيبقى موسم خير على الجميع. نصلي على الحبيب قلبك يطيب مع قناه اخويا رضا السني من سوق السيده عائشه.